اليوم الحدث أكبر من أنه حدث في كرة القدم. اليوم هذه رسالة من بنغازي إلى العالم كله. اليوم العالم كله يتفرج في بنغازي، خذوا ببالكم هذه المعلومة. هذه رسالة من بنغازي إلى العالم بأن بحول الله مثل ما عادت ليبيا على المستوى الكروي راح ترجع على جميع المستويات في كل الأماكن على مستوى العالم. شكرا لكم مرة ثانية، وإن شاء الله تستمتعوا معنا بالمباراة. عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع على هذا الحضور الجميل والكبير اليوم في ملعب بنغازي، وشكرا لكل ليبي موجود اليوم في مدرجات الميدان. شكرا لأن ليبيا راح تعمر بيكم إن شاء الله، وهذا البلد بحول الله يقف بسواعد أبنائه. اليوم أثبتوا أنكم جزء كبير جدا من تطور وحضارة هذا البلد، وراح تثبتوا للعالم خلال السنوات القادمة بحول الله بأن ليبيا قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الكروية بحول الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم هنا من أرض المجد والعراقة، من ليبيا العظيمة، من بلد علم التاريخ معنى الصمود وأهدى للبحر المتوسط عبق التاريخ ودفء الرمال. هنا ليبيا من طرابلس العاصمة التي تعانق البحر وتزدان بأسوار السرايا الحمراء وعبق المدينة القديمة إلى بنغازي، مدينة النور وموطن البطولة والتاريخ، والتي تعود اليوم لتحتضن الفرح من جديد. من البيضاء ذات الجبال الخضراء إلى درنا الحزينة الجميلة، ومن مصراتة مدينة الحديد والنار إلى سبها جوهرة الجنوب، ومن قدامس العريقة مدينة الطين والنقوش إلى شحات حيث مشى الإغريق والرومان قبل آلاف السنين. هنا لبدا الكبرى وصبراتة شواهد على حضارات مرت وخلدت أسمائها بالحجر. هنا الكفرة وجبال الأخضر، لوحة ربانية لا يشبهها شيء. هنا ليبيا التي أنجبت القلم والشعر والحكمة، أنجبت أحمد رفيق المهدوي شاعر الوطن، وعلي المصراتي المؤرخ والكاتب، وأنجبت من الميدان رجالا صمدوا في وجه الصعاب فكانوا للأمة فخرا. اليوم تتنفس بنغازي الفرح من جديد، وتعود الجماهير الليبية إلى المدرجات بعد سنين من الغياب. هنا لا تلعب مباراة فقط، بل يكتب فصل جديد من حكاية وطن أحب كرة القدم كما أحب الحياة. فأهلا بكم من ليبيا الحبيبة، من أرض العزة، من أرض التاريخ، من أرض الأبطال. أهلا بكم بهذه المواجهات الكبرى والتي تجمع فريقين كبيرين عريقين على مستوى كرة القدم ليبعثوا برسالة مفادها هنا ليبيا. فاستعدوا، فقد عادت الحياة، وعندما تعود الحياة يعود الليبي مرة أخرى لأن يكون حاضرا مؤثرا كما كان كذلك عبر التاريخ، وسيبقى كذلك بحول الله. مواجهة من الطراز العالمي الكبير تجمع